عارفه انكم اول ما شفتوا المانجا قلتوا اكيد عصير، بس لا، النهارده هنعمل مع بعض احلى ايس كريم مانجا اقتصادي وصحي وب3 مكونات بس، وهيخلص في 10 دقايق. اول حاجه قطعت المانجا، بعدين ضربتها في الخلاط من غير اي سوائل خالص. بعدين لما القوام تقل معانا كده وخلاص واتضرب كويس، جبت كوبايه من الكريمه على كوبايه من اللبن المتلج ومعلقتين كبار من العسل. هنضربهم بس كده قبل ما اشغل المضرب عشان ما يطيرش كده. اهو طار برضه. وبعدين نبدأ نضرب فيه. القوام بدأ يتقل. اول ما القوام يتقل كده نجيب بقى المانجا اللي احنا ضربناها وبننزل على الكريمة. نفضل بقى نضرب فيها لحد ما القوام يتضاعف كده. خلاص القوام تضاعف معانا. مش نافع يفتح. هنجيب معلقة صغيرة من الجيلي، تعزز بس الطعم وتدي اللون بس يغمق شوية. نفضل بقى نقلب فيه ونجيب قطعة من المانجا نقطعها كده قطع صغيرة خالص، وننزل بقى على الكريمة اللي احنا عملناها. معناش بقى هنضرب بالمضرب ولا اي حاجة، هنضرب بس بايدينا بالمعلقة كده. نحطها في علبة او اي حاجة وندخلها الفريزر. بس نصيحة، سيبوه كتير في الفريزر، ما تعملوش شبيه. طبعا العيال مرضوش وساعة وطلعته، بس انتوا سيبوه اقل حاجة 6 ساعات. بس والله طعمه خطير. وهنا بقى فتحت منجاية وعملت فيها، شكلها خطير. شايفين؟ زينا بقى شوية صوص كده كراميل وخلاص كده. طعمها كريمي وخطير، والله ما في احسن من كده. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل